اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباحكم زي الفل والورد والياسمين، صباحكم زي العسل. معانا فيديو حلو أوي النهاردة، تسويقة كده نلم فيها الدنيا ونشوف هنصرف كام، والتسويقة هتعمل لنا كام يوم، وهنقدر نوفر ولا مش هنقدر نوفر. تعالوا بس اما نصلي على رسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبدأ الفيديو بتاعنا بحاجات هنقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنقول اول حاجة اسعار، وخلينا متفقين كده انني مش عاملة تسويقة كبيرة، يعني على الاقل حاجة هتكفيني بتاع 5-6 ايام بس بالكتير. طبعا احنا خلينا متفقين ان احنا بنجيب المكرونة، بنجيب مثلا الزيت، بنجيب اللهم صل على النبي الرز، الجماعة اللي بيشتروا رز، الحاجات ديت بنجيبها كميات وبنركنها اول الشهر دي مع مصروف الشهر يعني في الاول. فكل مرة اما تصرفي لك بتاع 500 جنيه 450 جنيه 600 جنيه منك بتجيبي فاكهة لولادك ومنك بتظبطي بيتك على القد، خلينا متفقين ان الحكاية دي ممكن تلم معاكي كتير. يعني انا ممكن التسويقة اللي انا عاملاها دي تكفيني اسبوع. ما عندي مثلا بقى مكرونة في البيت، عندي رز في البيت، اكل بيت هلمه في يوم، هنظبط دنيتنا كده ونشوف هل فعلا التسويقة دي هتكفينا اسبوع ولا لا. احنا بنروح السوق من التلات للتلات، احنا عندنا السوق في بلدنا يوم التلات، فخلينا نشوف هل التسويقة دي هتجيبنا الاسبوع ولا مش هتجيبنا، باختلاف ان احنا عندنا حاجات مركونة في البيت. ان التسويقة يعني عندنا مكرونة في البيت، عندنا فراخنا في البيت، عندنا لحمتنا في البيت، عندنا كل حاجات الشهر عندنا احنا بنجيبها بالشهر او بنركنها على حسب ظروف بيتنا. يعني انا واحدة من الناس كنت منزله لكم فيديو عامله فيه القلقاس، وكان عندي فرختين عندهم، فدي برضو وفرت معايا ان انا ممكن اجيب قلقاس، فوفر معايا. هو كان جالي يعني جبته مره واحده وركنته خلاص، جبته من المصروف، حشت حاجه وجبته فخلاص. تعالوا بقى نشوف، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، نشوف التسويقه دي هتجيبنا قد ايه، وهنشوف احنا جبنا ايه. اللهم صل على النبي. جبت موز، نجيب فاكهه للولاد الاول، خلينا في الفاكهه الاول. جبت موز، جبت فراوله، جبت تفاح، جبت استفندي وتفاح وموز وفراولة. هنقول 50 50 60 50، يعني هنقول الفاكهة ب200 جنيه اهو. ادي الاربع انواع فاكهة معاكي ب200 جنيه، حلوين قوي هيكفوكي اسبوع اهو. ادي الاربع انواع فاكهة، تفاح وموز وفراولة واستفندي، ما جبتش برتقال للامانة. خلينا متفقين ان الفاكهة ب200 جنيه هتجيبك الاسبوع ماشي. معانا قرنبيط، ممكن لو انتي الاشخاص قليله ممكن تقسمي، يعني ممكن تقسمي الحكايه عن كده. معايا القرنبيط، انا جايبه القرنبيطين دولت الواحده ب20 جنيه. ممكن لو انتم يعني فردين صغيرين او عدد اسره قليل ممكن تجيبي واحده، انا جبت 2 الواحده ب20 جنيه، يبقى كده 40. وجبت كيلو فلفل، انا جايباه، احنا بنحب الشطيطه فانا جايباها حامي على بارد. جبت الكيلو ب25 اهو، جبت كيلو ب25، وجبت نص ليمون ب15، وجبت كيلو بتنجان ب15، وجبت خضرة تكفيني الأسبوع كله، شبت على كزبرة كده ب5 جنيه. الخضرة دلوقتي حلوة قوي، هو دي موسمها، بتبقى في الشتاء جميلة وخضرة وموردة كده زي ما انتوا شايفينها، شايفين ما شاء الله جميلة ازاي. دول ب5 جنيه. بصراحة عند جزر كنت مخليه قريب فمش محتاجة، أنا محتاجة بس على قد السلطة، فجبت نص كيلو بس. يعني قلنا لو بشرنا واحدة على سلطة أو على سمك أو حاجة وبس، مش عايزين أكتر من كده عشان برضو ميفضلش معانا في التلاجة، فجبت نص كيلو بس أهو. هو نص كيلو 4 جزرات، فأنا مش محتاجة فما جبتش. لو انت مش محتاجة الحاجة ما تروحيش تجيبيها، أو ممكن تستغنى عنها الأسبوع ده وتجيبيها الأسبوع الجاي عادي اهو. انا محتاجه يعني ممكن اخد واحده او 2 بالكتير قوي طول الاسبوع، لان انا عارفه ان انا مش هعمل حاجه بيه، بس انا جبته يبقى عندي وخلاص، بس ما كترتش، انا جبت نص كيلو بس اهو.
وجبت اللهم صل على النبي، كنت محتاجه توم، جبت نص كيلو ب20 جنيه اهو. توم ناشف وجميل مش مفرغ ولا حاجه اهو، ما شاء الله اصحابه يعني عاينينه كويس اهو. نص كيلو ب20 جنيه. بصوا انا بقول لكم اسعار، وهقول لكم مجمل السعر اللي انا صرفته كله في السوق كام النهارده اهو. وجبت اللهم صل على النبي، وجبت بطاطس الكيلو فيها ب20 جنيه، هي دي اللي انا كترت فيها شويه، لان طبعا بصراحه البطاطس ما عندهاش غنى. ممكن تعمليها صينيه، ممكن تهرسي واحده للولاد، ممكن تجيبي واحد بطاطستين شيبسي في الفطار، فبصراحه هي البطاطس اللي معلهاش غنى. جبت ب120 جنيه لان البطاطس الكيلو ب20 جنيه. جبت شنطتين، ادي شنطه ودي شنطه، 3 و3، بس انا يعني وزنهم على بعض والراجل قسمهم لي في شنطتين. وجبت اللهم صل على النبي، ما كانش عندي بصل، انا بجيبه كده، انا ما بخزنوش، بجيبه سوق بسوق، يعني طول ما هو موجود ممكن اجيب ب100 جنيه مره واحده او ب200 جنيه مره واحده واسكت بقى، واما عاوز بجيب بقى بكل سوق مثلا اهو زي الفل والله جميل. استنى هوريه لكم اهو. تعالوا بس كده، بسم الله الرحمن الرحيم. انا جايباه ب10 جنيه جميل والله اهو، وفي رفيع وفي كبير، يعني انا منقيه من ده ومن ده اهو، في ده وفي ده. ده الكيلو فيه ب10 جنيه، انا جبت 3 كيلو. تعالوا بقى نروح هنا، ده كيس، ده بصراحه كيس صابون اهو، ده كيس صابون من بتاع غسيل المواعين، انا بجيبه بالجيركن، بس بصراحه انا رحت عند الراجل ولقيته فاضي، فقليل اول ما بروح للراجل ده والاقي فاضي، فما كانش معايا الجيركن فجبت ده ب10 جنيه بس اهو. كده ما عادش بقى الا الايه الا الطماطم. الطماطم انا جايبه ديت مستويه للطبيخ يعني، او ان انا اعمل خضار اهي. دول 3 كيلو ب30 جنيه، يعني الراجل وزنها لنا ب10 جنيه، بس هي بصراحه نظيفه مش مكسره، مش مش مفدغه قوي اهي، يعني انا ممكن، يعني انا اللي منقياها كده، هو كان الراجل بوزنها الكيلو وربع ب10، ده بس انا قلت له انا هنقيها مش عايزه فيها بتبقى المفعصه اللي قوي، قال لي خلاص هتاخدها ب10 جنيه، قلت له مفيش مشكله. جبت دول 3 كيلو ب30 جنيه. وجبت بقى شنطه جامده للاكل للسلطه ولا الحاجه اهي، حتى دي لقيت فيها اهي، هشيلها احطها هنا اهي. جبت ديت الكيلو ب15 اهي، وكان فيه بس طريه شويه الاتنين ب25، بس انا طالما جبت دي بقى للطبيخ خلاص انا مش محتاجه التانيه، فجبت دي الاتنين الكيلو ب30 جنيه، جبت 3 كيلو. قلت حلوين قوي دول هيكفوني، مع دولت لو عملت يوم خضار ولا عملت حاجه فهيكفوني وهيبقوا حلوين قوي. النهارده بقى طبعا كنا في السوق، فقلنا فرصه نجيب ايه، نجيب سمك. جبت سمك، هو مش كبير قوي، هو وسط كده. جبت الكيلو ب50، جبت كيلو ونص، ما بكترش في السمك لان عندنا في حد ما بياكلش السمك فما بكترش فيه، انا بجيبه بس كيلو او كيلو ونص بالكتير، ما بكتروش عشان هو يبقى بتاع يوم بس ما يفوتش. واحنا اصلا عندنا في شخص في البيت ما بياكلوش خالص نهائي، ملوش في اكل السمك. فهي دي كانت التسويقه بتاعتنا، تجميل التسويقه دي كلها هم 600 جنيه للامانه والله ما صرفت خلافهم، هم 600 جنيه بس اللي صرفتهم. جبت بصل وجبت توم وجبت خضار وجبت فاكهه للولاد. تعالوا بقى احنا ممكن نعمل ايه طول الاسبوع، احنا ممكن يوم نعمل بتنجان عادي نشوي واحده، نعمل مسقعه جنب بطاطس. عاوزه كملي. جبت برنجان، ممكن نعمل يوم اكله بطاطس وبيض وبرنجان، ممكن جبت قرنبيط يوم هنعمله يوم. جبت مثلا اللهم صل على النبي، انتوا زي ما انتوا عارفين ان انا عامله قلقاس امبارح، ممكن اطلع كيس قلقاس اعمله. ممكن اعمل صينيه بطاطس برضو بالفراخ، يبقى ده كده عملت ده يوم بطاطس مثلا بفراخ. انا مثلا عملت بطاطس وبيض وبتنجان، عملت يوم قرنبيط، لميت يوم التلاجة، عملت النهارده سمك. هتجيب الاكل معايا حوالي 5 ايام ولا 6 ايام،
هيبقى حلو قوي على الميزانيه اللي انا صرفتها، ان انا اصرف 600 جنيه واجيب كل الحاجات ديت، هتبقى حلوه. ممكن لو انت عندك بصل او انتوا الاشخاص قليله ممكن ما تجيبيش 3 كيلو بصل مره واحده، ممكن برضو توفري عن كده. ممكن لو انتوا مثلا فردين ممكن تصرفي نص الكميه دي، يعني ممكن تصرفي حوالي 300 400 جنيه بس في السوق وايه، وهتظبطي بيتك برضو. فحاولي تظبطي الدنيا كده على قد ما تقدروا. ودي الحاجات اللي انا جبتها. لو انت مش كده مش هتجيبي كميه البطاطس دي كلها مره واحده، ممكن تجيبي شنطه واحده فهتوفري معاكي برضو. وده كان فيديو النهارده، يا رب الفيديو يعجبكم. وما تنسوش بقى بلايك وشير وسبسكرايب للقناه وكده. بقى اشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامه.